سيداتي ساداتي، كما تابعتم في ليلة من ليالي الرباط الساحرة، حيث على صوت الزغاريد وامتزج ضجيج الشوارع بآهات الفرح، حقق أسود الأطلس إنجازا لا ينسى بفوزهم على نسور نيجيريا في نصف نهائي كأس إفريقيا. المباراة كانت لوحة فنية ترسمها أقدام الشجعان بهتاف المغربيات الحرائر والمغاربة الأحرار. حكيمي رقص على الجناح كالنسيم الحر، والسي إبراهيم دياز نسج خيوط السيطرة في وسط الميدان، وبونو الذي وقف حارسا للعرين بقلب من حديد. فركلات الترجيح النارية لم تكن مجرد ضربات للكرة، بل كانت صرخات شعب يرفض الاستسلام، وصرخات كل مغربية ومغربي في البيوت وفي المدرجات وفي المقاهي، تجسد روح المغرب، تجسد روح المغرب الصاعدة نحو القمة. الفرح الجماهيري والفخر الوطني انتشر بالاحتفال كالنار في الهشيم، من المدرجات إلى الأحياء الشعبية، حيث هتف الجميع ديما المغرب، مجسدين وحدة قلب واحد ينبض بالأمل. هذا الفوز ليس للأسود فحسب، بل لشعب وقف في الصعاب يحلم بالكأس الذي يستحقه تاريخه المجيد، ويرفض أي نجمة على قميصه إن لم تكن من عرق جبينه. اليوم يشهد كأس إفريقيا على عودة المغرب أقوى من ذي قبل، والفوز إن شاء الله يوم الأحد سنهديه لجلالة الملك شفاه الله ورعاه، ولكل لبوءة حرة وأسد حر يفتخر ببلده وديما المغرب.